السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندك اي نوع من انواع الام اسفل الظهر او عندك انزلاق غضروفي بيخليك ما بتتمرنش تمرينه الظهر او حتى تكون بطلت تنزل جيم بسبب تمرينه الظهر، لان هي طبعا اكتر تمرينه بتاثر على الام اسفل الظهر وبتخليك ان انت تخاف ان انت تتمرنها. انا النهارده جايب لك تمرينه ظهر كويسه جدا لاي حد عنده الام في اسفل الظهر. التمرينه دي بتعتمد بشكل كبير جدا ان احنا نحافظ على العمود الفقري او اسفل الظهر ما يكونش عليه اي حمل، يكون دايما مسنود، وده هنشوفه مع بعض في التمارين لما نشوفها دلوقتي. انا عندي انزلاق غضروفي في الظهر والتمرينه دي فرقت معايا بشكل كبير جدا لما اتمرنتها، حسيت ان انا فعلا فصلت اسفل الظهر وما بقاش فيه اي لود او حمل عليه. من غير كلام كتير تعال نشوف التمرينه مع بعض ونرجع تاني. وزي ما شفت كده ان مجموعه التمارين دي بنحاول بشكل كبير جدا ان احنا نعزل اسفل الظهر وان احنا دايما يكون صدرنا مسنود على حاجه علشان ما نعملش لود عليه. مجموعه التمارين دي ان شاء الله هنكمل فيها، هنعمل كمان تمارين للشيست وللكتف وللدراع ازاي ان انت تقدر تعزل الظهر، وكمان هنعمل تمرينه رجل، هنتمرن رجل حتى لو انت عندك غضروف هنتمرن رجل، وهتكون تمرينه مفيده جدا وتركيزها برضه هيكون على الرجل بس. لو عايز تشوف التمارين دي اول ما تنزل ما تنساش بقى ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتدينا لايك. سلام.